اليوم هنتكلم عن رمضان، شهر الفرحة، شهر العبادات، شهر النفحات، شهر المغفرة، شهر الرحمة، شهر العتق من النار. يا رب ربنا يجعلنا من هذه الرحمات والمغفرة ويعتقنا من النار، اللهم امين احنا واياكم. النهاردة هنتكلم كلاكيت تاني مرة عن التصوير والاكل. احنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات وقلنا يا جماعة نحاول نراعي آم، الناس الغلبانة، الناس اللي ما تقدرش تجيب اللي احنا بنجيبه. انتي عزمتي عزومة، ملهاش لزوم ان انا اصورها واوجع قلب ناس تانية بيها. اصور المحاشي واللحوم والحمام والبط والوز والحاجات اللي احنا بنعملها دي. انا قادر، غيري مش قادر. انا قادر ان انا اعزم واكرم ضيفي ويبقى عندي ما لذ وطاب وابقى مش عارف اديهم ايه ولا اعمل لهم ايه واجيب لهم ايه واهتم بيهم وحلويات وغيره وغيره وغيره. غيري لن يقدر على هذا، عندوش امكانياته محدودة، هيقدر يجيب حاجة معينة لولاده، مش هيقدر يجيب الحاجة التانية. هتقولولي وهو مش عارف يجيب اكل لولاده بس عنده نت؟ هقولك اه، هقولكوا اه. دلوقتي عندنا هنا النت ده بقى من اساسيات الحياة، زي الكهرباء والمية والغاز. لازم كل بيت يبقى فيه نت عشان الدراسة بتاعت الاولاد بقت كلها عن طريق النت. فممكن 20 جنيه يجيب نت على التليفون بتاعه، 100 جنيه يعمل نت في البيت. يعني مش الحاجة المجهدة. 5 جنيه ممكن يعمل باقة صغيرة تقعد له يومين ثلاثة او حتى اربع خمس ايام، هيقدر يشوف بيها اللي هو عايزه. طبعا اغلبنا بيدي التليفون لاولاده، فالاولاد بتشوف الحاجات دي. حرام طفل بيبقى محروم من حاجة ويلاقيها بقى. والمشكلة ان الناس بتحب تصور الحاجات دي بطريقة مبالغ فيها توجع القلب. يعني ممكن اصلا الواحد يبقى لسه واكل ويشوف الحاجات دي يبقى عايز، بتعمل نهم عند الناس، بتعمل صرع كده، عايزين يقوموا ويهدوا الدنيا ويجيبوا حاجات ويعملوها ويعملوا لها اكل. نراعي ان ده شهر رمضان، شهر رحمة، ان احنا نخاف على بعض، شهر للتضامن الاجتماعي كده مع بعض، وان احنا بنعمل خير والناس بتتصارع انها تعمل خير وتطلع شنط. يعني نحاول ان احنا نخاف على احساس بعض شوية، ون ايه ونبطل التصوير ده. حولتوا كل حاجة عكس. يعني الخيم الرمضانية، المطاعم كلها بقت خيم رمضانية بيحصل فيها حاجات غريبة. المفروض ان الناس بعد الفطار تصلي وتتهجد تقرأ قرآن، لا، الناس بتروح تتعزم في الخيم الرمضانية دي. اسمها اسما فقط خيم رمضانية، فعلا هي فيها رقص وتنطيط واغاني وكل الحاجات اللي هتشيلنا ذنوب والشيش ومش عارف ايه. يعني حاجات مش متعلقة بالشهر الكريم أصلا، ولا تمس للشهر الكريم بأي صلة. يعني حاجات مختلفة احنا ما كناش بنشوفها في المجتمع بتاعنا، دخلت علينا بحاجات غريبة جدا. يعني أنا مش عارفة أقول لكم إيه تاني. الحاجات دي بتأثر على الشباب الصغير اللي لسه بيتعلم يعني ايه رمضان، يعني ايه التراحم، يعني ايه ازاي اطلع من شهر رمضان وانا ربنا غفر لي ذنوبي، وانا ربنا مثلا رحمني، وانا ربنا عاتقني من النار. ازاي وانا بروح اقعد على عفوا، على خيمة رمضانية اشرب حاجات ما ينفعش تتشرب، اتفرج على حاجات ما ينفعش اتفرج عليها بتركبني ذنوب ومعاصي ورقص واشوف بنات لابسه بعد الفطار يا جماعه زي قبل الفطار في رمضان. يعني ما ينفعش ان انت بعد الفطار تحطي ميك اب وتلبسي لبس عادي وبناطيل وحاجات ضيقه واروح اسهر في خيمه رمضانيه. اسمها رمضانيه وهي مش رمضانيه خالص، هي فسقانيه. يعني بتفسق وبتضيع كل مجهودك. الصيام مش ان انا امتنع عن الاكل والشرب بس، الصيام لازم امتنع عن كل الموبقات. يعني اصلي واصوم واقرا قران واتهجد واصلي صلاه التراويح. انا نفسي ان احنا ننتهز فرصه شهر رمضان ده ونغسل نفسنا من الذنوب اللي احنا بنعمل. محدش يا جماعه معتصم او محدش خالي من المعاصي، كلنا بنرتكب معاصي وذنوب. بس بيجي وقت بتبقى انت عايز تنتهزه عشان على الاقل يخف من الذنوب اللي احنا بنعملها. احنا ممكن كل يوم بنرتكب ذنوب ومعاصي، فننتهز بقى فرصة ال30 يوم اللي بيجولنا في السنة دول. ال30 يوم اللي احنا يعني المفروض ان احنا نتقرب فيهم الى الله على قد ما نقدر. لكن احنا قبل الفطار حمادة، وبعد الفطار حمادة تاني خالص.
فانا عايزاكم تنتهزوا الشهر الكريم وما نرتكبش المعاصي، ومفيش ان احنا ننام طول اليوم ونقوم بالليل نفطر ونجري نروح نعمل اللي احنا ايه عايزينه. ويا رب يجعل رمضان خير علينا كلنا، ونطلع منه لا فاقدين ولا سنتي من الحسنات ولا حسنة، يعني ناخد الثواب وننتهز الفرص. ويا رب يجعله رمضان كريم على الأمة الإسلامية والعربية، وعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.